أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. الدوحة أصبحت محطة مهمة من محطات أي مشروع ثقافي فني إعلامي، ولذلك وجدت الفنانة الشابة شذى حسون في الدوحة الفن والفكر والثقافة خطوة مهمة من خطوات تسويق ألبومها الغنائي الجديد الذي طرح في أسواق الدوحة قبل يومين بعنوان شذى حسون وجه ثاني، وهو بكل المقاييس الفنية وجه من أميز ما طرحته مؤسسات الإنتاج في الآونة الأخيرة، لأنه بصوت نجمة شابة سجلت حضورها وبكل اقتدار، وهو اليوم يضم في قائمة أغانيه 12 نخبة منتقاه من أهم الكتاب والملحنين الخليجيين والعرب، وهي خطوة غاية في القوة والذكاء للنجمة الشابة. جاءت شذى حسون إلى الدوحة لتلتقي بالجمهور القطري من خلال وسائل الإعلام القطرية المختلفة، وهي صوت استحق الاهتمام والدعم. فكيف أن تقرأ اسم بدر من عبد المحسن وكريم العراقي وعبد الله بوراس وأسير رياض وحامد الغرباوي وكاظم السعد مثلا ككتاب، ويكفي أن تجد اسم دكتور عبد الرب إدريس وأحلام ورويشد وناصر الصالح وعصام كمال وحاتم العراقي ما شاء الله وغيرهم من الملحنين لتتفاءل خيرا بشذى حسون 2011. مرحبا بك وحياك الله. حياك الله وسعيدة جدا بهذه المقدمة، شكرا لك، ومقدمة رائعة، وخجلت الحقيقة من هذا الكلام الجميل. وأول محطة لي طبعا بعد طرح الألبوم من يومين هي هذا البلد اللي أنا أعشقها، بلد قطر، اللي هو متبني لكل فنان، متبني لكل شيء جميل. فسعيدة جدا بوجودي هنا، ويا رب إن شاء الله أكون ضيفة خفيفة على كل الناس اللي اليوم تشاهدوا. تأكدي أنت ضيفة دخلتي قلوب الناس بدون استئذان يا شذى، وتستحقي هذه المقدمة، لأن فعلا يعني الكل يتكلم عن هذا اللي وايد راح نسولف عنه إن شاء الله اليوم. ما شاء الله حرصتي على لقاء الصحافة القطرية، وأنت دائما ما شاء الله مطلة على الصحافات العربية والخليجية، فمن وين جاء هذا الحرص الحلو منك يا شذى؟ شوفي، أنا أحرص دائما على أعتبر أنه الفنان ضروري جدا أنه يكون عنده علاقة جميلة بالإعلام، أنه الإعلام هو الأساس عند كل فنان. يعني وحرصت أنه عند تواجدي هنا في قطر أنه يكون في لقاء بيني وبين الصحافة القطرية اللي أنا أحترمها جدا، وحتى ألتقيهم، حتى ألتقيكم وألتقي اللي هي حتوصلني للشعب وللجمهور القطري المتذوق دائما، واللي حريص على يعني أنه يكون دائما يعرف الجديد ويحب كل شيء جديد في الوسط الفني. وما شاء الله عليك، شو هاللوك الحلو اليوم، عباية خليجية تينن. اليوم القطريات راح يستانسوا عليك بعد. لا هذه أنا طبعا ما ألبس هواية، بس حرصت على إنه ألبس أول شيء لأنه أحبها جدا. عباية فد شيء جميل جدا، حتى بآخر كليبي شعلها كنت لابسة العباية، غير كان كذا كليب عراقي جميل. الله يسلمك. وهو بالأخير هذا زي جميل ورسمي، فطبعا هذا أحترمه جدا يعني. نعم ما شاء الله شذى، جمعتي أسماء جدا مهمة في هذا الألبوم اللي طرح قبل يومين بأسواق طبعا الدوحة، كتاب وملحنين ما شاء الله من أفضل الأسماء. شلون جمعتيهم؟ يعني أنا ما أعتقد أن هذا السؤال راح يكون غريب عليك. الكل أول ما مسك الألبوم وقرأ كل هالأسماء الجميلة بهالألبوم قالوا من وين جابتهم؟ شلون جمعتهم؟ أسماء جدا كبيرة ومهمة، وفي أسماء صعب يعطون قصائدهم أو ألحانهم لأي أحد. لأول مرة تلحن كمطربة شابة يعني. لا الحقيقة لقيت دعم جميل وكبير جدا من كل فنانين ومن فنانين ثانيين، بس ما قدرنا نحط كل الأغاني في ألبوم واحد. بس الحقيقة الناس اللي تعاونت وياهم أريد أشكرهم، طبعا بداية من الفنان الشاعر الكبير الأمير بدر بن عبد المحسن اللي ثقته فيا كانت عالية من خلال حرصه على إعطائي لحن جميل جدا وكلمات جميلة جدا
من ألحان الدكتور عبد الرب إدريس. طبعا ما راح أنسى فنانة الخليج ست أحلام اللي لأول مرة تلحن وعطتني أغنية جميلة جدا من كلمات الفنان الكبير عبد الله بودلة. يعني أنا ما غريب علي إني أنا استغربت وأنا قاعدة مع تيسير شفت اسم الأستاذة أحلام، قلت أحلام أنت غلطان، أحلام حاطة من ضمن الملحنين. يقول لي إيه أحلام تلحن؟ قلت أنا عارفة يعني إن أحلام ما شاء الله عليها، يعني أغنية مقادر ما شاء الله ألحانها جميلة، بس إنه فعلا هاي شغلة جدا حلوة ومتميزة وتميزتي أنت فيها. لا الحمد لله، وهذه الأغنية الحقيقة ده تاخذ صدى جميل جدا بين كل الأغاني، وسعدت جدا بهذا الثقة اللي أعطتني إياها الفنانة الكبيرة أحلام، وكان تعاون جميل والحمد لله ده ياخذ صدى جميل. إن شاء الله يا رب يكون أنجح وأنجح يا ربي. شذا دائما يعني هكذا نستطيع أن نقول أنه هذا الألبوم هي نقلة نوعية لشذا، فما هي مواصفات النقلة اللي ممكن نسميها نقلة نوعية، نقلة كبيرة؟ ما هي مواصفاتها بالنسبة لك؟ هو حرصي على أنه يكون في أغاني جميلة يحبوها الناس. حرصي على التركيز على هويتي وهي العراقية والخليجية من خلال هذا الألبوم. حرصي على يكون في تعاون بعد كشركات، يعني كإنتاج مع شركة مهمة اللي هي شركة روتانا اللي نعم. هي موزعة، وغير أنه تعاوننا بهذا الألبوم وبألبومات إن شاء الله ثانية من خلال الدعم الإعلامي والدعاية اللي دا نسوي لها يعني للألبوم. فأكو هواية يعني أشياء اللي دا أحاول نشتغل عليها حتى يكون في نقلة الناس تحبها وأنا أحسها، يعني حتى عشان هيك سمينا الألبوم وجه ثاني. يعني أنا من خلال هذا الألبوم حابة إنه الناس تشوفني بوجه فني ثاني غير الوجه اللي شافتني عليه خلال السنتين والثلاث سنين اللي كنت أشتغل فيها. نعم. نشوف مع بعض كذا ولاحظوا معي مشاهدينا، عبد الله رويشد، أحلام، عبد الرب إدريس، حاتم العراقي، فايز السعيد، كلهم مطربين ولحنوا لك. هل أستطيع أن أقول أنك أنت مطربة المطربات مطربة المطربين شذا؟ لا، ممكن نقول أنه شذا تغني للنجوم الله. أو لأنه أو للمطربين. يعني أنا سعيدة جدا أنه الفنانين اللي قلتي أسمائهم كلهم أنا أحبهم، معجبة بفنهم هواية، فكنت حابة كل واحد يعطيني من روحه، فأخذت روحه وحطيتها على روحي وندمت كذي دمجة حلوة. دمجة حلوة. يعني أغنية الفنان الكبير حاتم العراقي بعد من الأغاني الجميلة جدا، كلماتها من كلمات الفنان الكبير كاظم السعدي، أغنية حلوة. وطبعا الفنان عبد الله رويشد يعني ايش قد مبسوطة بتعاوني وياه، يعني من أهم وأعز الفنانين الخليجيين اللي أنا أحبهم، وثقته فيا بعد كانت عالية من خلال هذه الأغنية. الحمد لله. فالحقيقة الحمد لله، يعني دائما أشكر رب العالمين أنه أعطوني ثقتهم، ويا رب أكون عند حسن ظنهم كلهم.